قرية خربشة الكردية من عشيرة قربجي المعروفة في المنطقة عشيرة القرية، وعشيرة عربية البطوش من سكان المنطقة، منتفعين من أراضي الإقطاع أثناء تغيرات ديمغرافية في المنطقة. عدد سكانها حوالي 600 نسمة، ومساحة القرية 1300 هكتار، ولهم صلة قرابة مع قرية الرحال، وهي قريبة عليها بمسافة 2 كيلومتر. تتبع لمحافظة حلب. منطقة الباب المركز تبعد عن حلب شرقا 21 كيلومتر، وعن الباب غربا 9 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب قرية تل رحال، ومن الشرق مزارع الباب ومدينة الباب، ومن الشمال قرية دغلباش، ومن الجنوب قرية سليمة. تشتهر القرية بالزراعة بدرجة أولى، مثل القمح والشعير والعدس وشجر الزيتون الخلخالي والزيتي بكثرة، وكروم العنب المعلق أو الدوالي، وفستق الحلبي، وتربية المواشي مثل الغنم والبقر والماعز، وتربية دجاج البلدي. يوجد في القرية معاصر الزيتون، وأيضا يعملون في تجارة محاصيل الزراعية والأعلاف. وقسم من شباب القرية كانوا يعملون في معامل في مدينة الصناعية في شيخ نجار قبل تخريبها وسرقة آلاتها إلى داخل تركيا على يد المرتزقة. تعرض القرية إلى تدمير 3 مراحل: معارك بين النظام والمرتزقة، ومعارك بين فصائل وداعش في عام 2014، وبعد سيطرة داعش على المنطقة ازداد معاناة الشعب من خطف وذبح أشخاص في ساحات القرية، وتصليبهم لمدة 3 أيام مقطوع رؤوسهم، وخطفهم إلى سجون الباب وسجون كويرس. وما زال مصير أشخاص مجهولة حتى الآن. في عام 2017 جرى اشتباكات بين الجيش السوري المدعوم من تركيا وطيران الروسي، وهرب داعش إلى مناطق الشرقية وقسم إلى تركيا، ومنطقة عزاز ومنطقة الباب المحتلة من تركيا. المعلومة من أحد أشخاص القرية، وأنا ألقيها بصوت محمد الأحمد، وجزيل الشكر للمحامي علي عبد الله كولو.